هنايا عندي قريعات ديال الهريسه صايبتهم، نزلت معكم العام اللي فات طريقه، وغادي نديرها لكم هنا فيديو قصير، طريقه سهله مهله. عندي كميه ديال المزيودات الحارين داك الصغيورين الحمر، وعندي كميه من الفلفله الكبيره الحمراء، يعني الفلفله الحلوه. عندي بالنسبه للمزيودات الحارين دايره كيلو، والفلفله الحمراء الكبيره دايره نص كيلو. غسلتهم مزيان واستقطروا، درتهم يتفوروا. منين تفوروا طحنتهم مع 3 ضريسات نتاع الثوم، وطحنتهم مزيان وشويه الملحه. ملي تنطحنهم تنحطهم في وسط الطنجره، تنضيف عليهم الكمون، نزيد الملح على حسب المذاق، وزريعه القزبور او القزبور اليابس. تنضيف عليها كاس نتاع زيت البلديه، وكاس صغير ديال عصير الحامضه او نص كاس على مقياس ديال كاس العنبه مع عامرش ديال عصير الحامض. انا ضفت الكمون وضفت الملحه، يعني التوابل تيكون الكمون وزريعه القزبور والملحه وشويه ديال التحميره. صافي، هادو هما المقادير اللي درت مع زيت البلديه وعصير الحامضه. صافي، هو التحميره في الاخر، وتتخليوهم حتى تغلي واحد شويه وتطفيو عليها، لانها تكون ناشفه، يعني هذاك الحامض وزيت البلديه مع التوابل باش يتجانسوا مزيان. صافي، تتغلي واحد الغليه ديال داك 3 دقائق هكاك. صافي، ونطفيو عليها، وغادي نعمرهم في القريعات وغنصبرهم باش يبقاو معنا. اما الا كنتو دايرينها قليل بغيتو ديروها في الثلاجه صافي، ولكن الا كنتو دايرين كميه غادي تديروهم في القريعات وتصبروهم. الطريقه راه فايته دايرها في القناه ديال التصوير، يعني طريقه عاديه. نتمنى يعجبكم الفيديو.